والله ما انا مصدق ان كريستيانو رونالدو انتقل نادي النصر. ما في احد في الوطن العربي مصدق ان كريستيانو رونالدو انتقل الى نادي النصر. ما حد مصدق. تقول زوجة كريستيانو رونالدو، اسمع، زوجة كريستيانو رونالدو تقول لماذا كريستيانو رونالدو سحب على نادي الهلال. هي تقول ليش كريستيانو فضل النصر على حساب نادي الهلال. تقول لما سألنا عن الفريق الأزرق تقصد نادي الهلال. اكتشفنا للأسف أن اسمه السابق الأولمبي واسمه الحالي الهلال. ولما سألنا عن فريق نادي النصر اكتشفنا أن اسمه السابق النصر والآن النصر. واكتشفنا أنه أول ممثل لقارة آسيا. لذلك ركز معي، ركز أرجوك. لذلك كريستيانو رونالدو فضل التقاليد، العراقة، التاريخ على حساب الأموال. نعم يا هلالي، أيها مشجع الهلالي، الأموال لا تشتري التاريخ ولا التقاليد ولا العراقة. يعني شوف، تبغى تعرف الفرق بين الهلال والنصر؟ تخيل معي، فيتو يلعب الهلال، كريستيانو رونالدو يلعب النصر. شكرا لإدارة نادي النصر. مسلم العمر، أنا أعتبرك بعد هذه الصفقة أفضل رئيس آخر 5 سنوات. صفقة ناجحة 100%. تسويقيا علامة النادي قوية راح تكون. شهرة النادي على مستوى العالم، القمصان، المبيعات، شيء مختلف في تاريخ نادي النصر. كذلك مبارك كريستيانو رونالدو انضمامه لأعظم نادي في قارة آسيا. مبروك الرمز خالد بن فهد، العاشق الأول محب نادي النصر. مبروك الإعلام وجمهور نادي النصر. أنا صراحة إلى الآن ما أنا مستوعب يا إخوان، والله فعلا ما حد مستوعب. أعطونا الدوري أرجوكم أعطونا الدوري. كريستيانو رونالدو يلعب النصر يا إخوان. كريستيانو رونالدو هداف الشامبليز، أفضل لاعب في الشامبليز، هداف تاريخ المنتخبات. كريستيانو رونالدو أفضل هدف في الشامبليز، دبل كيك. مبروك. من النصراويين حظ أوفر، الهلاليين على سحبة كريستيانو رونالدو.